المراية الملعونة. انا شاب عايش لوحدي، وكنت لسه واخد شقة جديدة ايجار كده. المهم انا بقالي كام يوم في الشقة وكل حاجة تمام وزي الفل. الشقة فيها 5 اوض وحمام ومطبخ وصالة. انا كنت قاعد في اوضة واحدة منهم، وبقية الاوض متقفلة بقفال. فطبيعي انا ماليش غير ان انا اتحرك في الشقة، غير في الصالة والحمام والمطبخ والاوضة اللي انا فيها بس. ما ينفعش اقرب من الاوضة التانية. دخلت في يوم بالليل قبل ما انام الحمام عشان اغسل سناني، وبدأت في غسيل سناني. وانا برفع عيني ببص في المراية. بالنسبة للمراية، في المراية كان شكلها غريب جدا ومرعب جدا، وكانت كده متوسخة ومبقعة ومشروخة. فالمهم لمحت شكل حد غريب، مش شكلي، مش انا. فاتخضيت جدا، ولما ركزت كده لقيت ان مفيش حاجة، وانعكاس صورتي هو اللي ظهر في المراية عادي. فقلت اكيد انا بيتهيألي. فالمهم كملت غسيل سناني، وانا خارج من الحمام بصيت بصة اخيرة على المراية وشفتها لتاني مرة. كانت هي نفس الست بنفس شكلها كان غريب جدا ومرعب جدا. وشها كان ابيض بطريقة رهيبة، وكان شكلها مرعب قوي. بقيت واقف اكني مشلول، ولا عارف اتكلم ولا عارف اتحرك من مكاني. ولقيتها بتبصلي نظرات حادة جدا، وبعد كده اتكلمت وقالت لي الدور جاي عليك. وهي دي بداية اللعنة. فجأة نور الحمام بدأ يفتح ويقفل بطريقة هستيرية. بدأت الدنيا تلف بيا ومش حاسس بأي حاجة، وسمع صوت ضحك مرعب جدا، أصوات غريبة كلها داخلة في بعضها. الأصوات بقت غريبة مع النور مع كل حاجة. أنا مش شايف، أنا الدنيا بتلف بيا. وهوب، أكن حاجة ضربتني على دماغي. ما حسيتش بدنيا، أغمى عليا. ولما فقت لقيت نفسي مرمي قدام باب الشقة على الأرض، وشنطتي مرمية جنبي. يعني بمعنى أصح، اللي موجودين في البيت مش عايزيني وبس كده. صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.